السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات صفارة العميد. في بداية حلقتنا النهاردة خالص تعزينا للشعب الفلسطيني وضحايا أهلنا في غزة، وإن شاء الله اللهم اجعلهم من الشهداء واسكنهم الفردوس الأعلى. إن شاء الله ربنا هينصر أهلنا في غزة، وكل الدعم للقضية الفلسطينية وكل الدعم للمقاومة الفلسطينية وكل الدعم لأهلنا في غزة، وكل الدعم لقيادتنا السياسية في اتخاذ ما يراه مناسب تجاه القضية الفلسطينية وعملية طوفان الأقصى، وإن شاء الله النصر لأهلنا في غزة والمسلمين جميعا. في حلقة النهاردة سمري أو ملخص بعد الماتشات اللي اتلعبت الأسبوع الماضي من يعني مسابقة القسم الثاني. يعني عندنا مثلا السكة الحديد ورايا وديلفي وهلال مطروح، وهنلقي نظرة على بتروجيت وبترول أسيوط، وهنقارن بينها الرسائل الإلهية اللي احنا قلناها في الحلقة اللي فاتت دي من الظلم الواقع على ما لا يقل عن 1200 حكم كانوا درجة أولى من الظلم الواقع عليهم من جراء التصنيف المزمع أو اللي هو الغير منصف لكثير من الحكام من بريرا وأعضاء اللجنة الرئيسية. وهنقول بعض الأسماء من ضحايا التصنيف، وهنخص أهلنا أو حكامنا أو زملائنا في الصعيد، اللي هو مفترض أن نائب رئيس اللجنة بينتمي للصعيد مهتم بحكام معينة لغرض ما أو لسبب ما، والباقي مفيش أي دعم ولا في أي وقوف بإيجارهم في هذه المحنة. وفي بعد كده هنختم حلقتنا بكام كلمة كده لزملاء الحكام والكابتن فاروق الملقب بالملك. خليكم معانا ولكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنبدا حلقه النهارده وهنبدا هناخد اول حاجه مباراه ديلفي وهلال مطروح. هنشوف معانا فيديو بس مش يعني هقول لكم عليه الاول. ركله ركنيه وهدف صحيح مليون في الميه اتلغى من الحكم، مش عارفين لغاه ليه، بحجه يعني لو لغاه يبقى بحجه ان حصل احتكاك على حارس المرمى. قبل ما نشوف الفيديو عاوزكم تركزوا على حارس المرمى جاي منين. حارس المرمى هو اللي جاي من ورا وهو المندفع ناحيه اللعيبه. طبعا اللعيب من حقه، انا اتفق مع المساعده الدوليه الحكمه الدوليه نعمه رشاد ان المنطق القديم او الحاجه القديمه اللي هو حارس المرمى له حصانه، الموضوع ده خلاص كان في يعني اقصى حاجه ليه كان في اواخر التسعينات يعني او اوائل الالفينيات لغايه مثلا 2005 2006. ولكن دلوقتي حارس المرمى زيه زي اللعيب طالما ما حصلش احتكاك مباشر مع حارس المرمى اعاقه عن ان يمسك الكوره. لكن في الفيديو اللي احنا هنشوفه دلوقتي حارس المرمى طلع بكل اريحيه، ولكن اللاعب الاحرز الهدف براسه هو اللي كان سابق حارس المرمى ولمس الكوره قبل ما حارس المرمى يطلع في هدف صحيح ملغي. هنشوف الفيديو معانا اهو، وهنشوف ركزوا على الفيديو هو بسريعه، وبعد كده بالبطيء هتلاقي ان حارس المرمى لو احتسب حاجه يبقى عليه هو، لان هو اللي اندفع ناحيه المهاجمين بتوع الفرقه الخصم. وهنلاقي ان اللعيب اللي لعب الكوره هو كان سابق حارس المرمى وسبق وعمل تيك اوف اعلى من حارس المرمى ولمس الكوره، وبالتالي احرز منها هدف والغي من حكم المباراه بدون ذكر اسماء، على الرغم ان هو حكم من حكام لا نسمع حكم من حكام القدامى. وده هدف اثر في نتيجه المباراه، وده من ضمن الرسائل الالهيه المبعثه الى اللجنه الرئيسيه نتيجه الظلم الواقع من التصنيف. عندنا احنا قلنا رسائل الهيه، رسائل الهيه في مباراه الزمالك والمقاولين، وركله جزاء صحيحه مليون في الميه لم يحتسبها حكم من حكام النخبه امين عمر، طبعا دون قصد. انا باكد يا جماعه احنا غرضنا في صفاره العميد ان احنا ننتقد اداء، ولكن الحكام بتاعتنا من احسن الحكام في افريقيا، ولكن مش ذنبهم ذنب القائمين على المنظومه ان هم ما فيش عدل، وبالتالي بيخطئوا اخطاء فجه غير مقصوده. تاني مباراه كانت من غريبه جدا من اللي هي بتاع الزمالك
البنك الاهلي والحكم الدولي الكبير محمد معروف، وخطأ لا يغتفر بطرده لمحمد عواد. وطبعا كلنا اجمعنا، طبعا انا بتكلم متاخر، انما كل اجمع انها طرد غير مستحق. والحمد لله اللي هو ما اثرش في نتيجه المباراه، رغم ان الكوره احرز منها هدف، ولكن المباراه خلصت في النهايه بفوز نادي الزمالك، ودي اللي قللت من هول الصدمه. طب تخيل محمد معروف ده كولينا بيقول عليه كولينا احسن حكم في العالم، ورئيس لجنه الحكام في الاتحاد الدولي قال لك الحكم ده انتوا كنتوا مخبينه فيه لما كان بيحكم من 4 شهور في كاس العالم للناشئين، وكان من ضمن حكام الصفوه في كاس العالم. كولينا ذات نفسه قال لك من احسن الحكام، وهو اتبناه بنفسه، وقال لك ان شاء الله ده هيمثل مصر في كاس في البطولات القاريه القادمه. تخيل لما حكم زي ده في نظر كولينا يغلط خطأ زي ده، تمام، وكان هيتسبب في كارثه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فانا بقول لكم دي رسائل الهيه للجنه الرئيسيه. بصوا شوفوا احنا لسه في الاسبوع الثالث واخطاء كارثيه من مين؟ من حكام النخبه. طب تعالى نشوف بقى الحكام اللي هم اجادوا، زي وائل فرحان، زي محمد العتباني، زي حكام اللي هم الحكام المغمورين اللي هم كانوا شايلين مسابقات الممتاز ب ومسابقات، وبرضه اداروا مباريات في الدوري الممتاز في الخمس ست سنين اللي فاتوا دول، ومن حكام يعتبروا الحكام اللي هم ما عندهمش اخطاء، وماتشات ما فيهاش مشاكل. هتلاقيهم بيحكم له كل شهرين مباراه، زي محمد العتباني محافظ الشرقيه، وزي وائل فرحان نسمع عليه. لكن حكام النخبه هم الاخطاء مؤثره، وهم اللي يعتبر الكوارث التحكيميه الخارجه من تحت ايديهم من بدون قصد. تعال بقى نشوف بقى من كبرى الرسائل الالهيه وتكمله الرسائل الالهيه مباراه السكه الحديد ورايا. ومعانا فيديو قبل ما نشوفه عايز اقول لكم ان مشاكل قعدت تلت ساعه و25 دقيقه قبل ما الحكم بدا المباراه مره اخرى تيجي تحتسابه ركله جزاء. الفيديو اللي معانا انا هسيب الصوت شغال على اساس تشوفوا قد ايه كانت الكارثه. الحكم محمد ناصر عباس، هنقول اسمه لانه من الحكام اللي هم مالناش دعوه. محمد ناصر حكم زي اي حكم من حقه وله طموح. انا بتكلم ان ده حكم من المتوصي عليه، حكم من اللي هم حطوه في التصنيف. يا كابتن فاروق الملكه اللي بتقول احنا جاملنا بس بنسبه 20%، انت المفروض ما تجاملش حتى بنسبه 1%. انت ما تجاملش حتى بنسبه 1%، انت تمشي الحق وتدي كل واحد حقه. انما انت ما جاملتش ب 20%، انت جاملت ما لا يقل عن 80%. وده من ضمن الحكام اللي انت جاملتهم عشان ابوك كابتن ناصر عباس اللي شغال في قناه فئويه كبيره طبعا، فمش عاوز يعني تبقى في مرمى زي ما بيقولوا في مرمى البصر او في مرمى الهدف، وينتقدك في كل البرامج او كل الماتشات. وده من ضمن الحكام اللي هي لها نفوذ، ومن ضمن الحكام اللي ليها مجاملات وتحط في دوري المحترفين. وادي نتيجه معانا الفيديو هنتفرج عليه، هسيبكم تتفرجوا عليه وتشوفوا قد ايه المباراه تعطلت 25 دقيقه وخناقات جوه الملعب وبره الملعب. معاكم الفيديو اهو، شوفوه وقولوا لي وهرجع لكم تاني. والله ان انا والحكم المساعد الثاني هل الكره ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، وطبعا لعبت سكه في القصه لا تعليق على الصوره. دوري المحترفين دوري المحترفين طالب مشكله اتقلبت مشكله وفر وضرب ومشاكل جامده جدا. الماتش اعتقد كده الماتش باظ، الحكم مش قادر يسيطر على الموضوع خلاص. طبعا يعني حاجه بصراحه يعني انا اشعر بالخجل. ده لسه في الاسبوع الثالث وحصلت المشاكل دي كلها، والفرقتين بيعترضوا، سواء اللي اتحسبت ركله الجزاء او اللي ضده حركه جزاء، وحكم ما عندوش خبرات. ده نتيجه المجاملات، ده نتيجه ان عندنا كانت حكام كانت بتقدر تدير المسابقه ديت. طبعا ما لقوش نفسهم اصلا، كانوا بيحكموا في الدوري الممتاز وبيحكموا في الممتاز به، مش لاقيين نفسهم ولا هنا ولا هنا. دي نتيجه الظلم الواقع على حكام كتير في التصنيف. مش 20% يا كابتن فاروق، لا انت جاملت ما لا يقل عن 80% من ابناء الحكام السابقين، ومن ابناء رؤساء ابناء لجان المسابقات وابناء انديه وابناء كل ده تجهيز لانتخابات او مجاملات. عندنا برضو بس ما عندناش فيديو مباراه بتروجيت بترول اسيوط، وبترول اسيوط له ركله جزاء نتيجه عرقله المهاجم في خط السته، والحكم لا يحتسبها بالرغم ان هو المكان بتاعه كان اكثر من رائع. دي برضو انا بقول لكم المباراه خلصت او انتهت بفوز نادي بتروجيت على بترول اسيوط 1-0.
وانا بقول لكم ان دي كان في بطرق اسيوط كان له ركله جزاء صحيحه 100% لم تحتسب بطرق اسيوط. لو كانت احتسبت واحرز منها هدف كانت ممكن المباراه طلعت بنتيجه التعادل 1-1، وبالتالي كان كل فريق خد نقطه بدل ما بتروجيت كان خد 3 نقاط وبطرق اسيوط لم يحصل على شيء. معانا كمان بعض الاسامي عشان ضحايا التصنيف، عشان احنا قلنا قبل كده، قلنا من مساعدين احمد الكيال ومحمود رضا واحمد ابو زيد، وقلنا من جلال من اسيوط ومساعد محمود رشدي واحمد ناصر، وقلنا حكام كتير قوي ظلمت من التصنيف. عندنا حكام برضو من الصعيد، على الرغم ان نائب رئيس اللجنه الكابتن فاروق مهتم جدا ببعض قله قليله من حكام الصعيد اللي هم ليهم نفوذ، اللي هم ليهم يعني حاجات ممكن هتخدمه هو شخصيا. هو الكابتن فاروق ما بيعملش غير لمصلحته، تمام. وانا عاوز اقول لاعضاء اللجنه الرئيسيه، عاوز اقول لكم اتعلموا الرجوله واتعلموا القرار الصح من كابتن توفيق السيد، الراجل اللي انتقدناه وقلنا في التعيينات وكان انما زيه زي اي رئيس لجنه او الناس كان مسؤول عن وضع المباريات بننتقد، ولكن الراجل ادى فرص لحكام كتيره صغيره، ادى فرص لحكام كتيره كانت ما بتحكمش في الدوري الممتاز لفتره طويله، رجعهم تاني منهم 16 حكم. فاحنا بنقول لنا علينا اتعلموا من كابتن محمد، اتعلموا من كابتن توفيق السيد ومدى رجولته ومدى صاحب قرار اللي هو ما وافقش على المشروع اللي قدمه بريرا، وقال لك الراجل ده بالبلدي كده هيبوظ التحكيم المصري. وفعلا التحكيم المصري هيبقى اسوأ موسم في تاريخ التحكيم المصري هو الموسم اللي احنا فيه دوت، لانهم باعوا الراجل صاحب الكلمه وباعوا الراجل صاحب الراي وصاحب الفيجن المستقبلي، اللي هو قال لك الراجل ده هيبوظ التحكيم عشان خاطر مصالحهم، انما خد قرار وما باعش حكامه وحط حكام مصر. الكلمه دي توفيق السيد لم يبيع حكام مصر عشان خاطر مصلحته، ولكن اخرون باعوا حكام مصر عشان خاطر مصالحهم. عندنا حكام اتظلموا من التصنيف زي مساعد وائل عاطف ده تخيلوا ده بيحكم في الدوري الممتاز من 2012 يعني 11 سنه بيحكم في الدوري الممتاز، ما السنه دي خارج التصنيف بتاع سي 1 يعني مش هيحكم دوري ممتاز، على الرغم من السنه اللي فاتت واخد 3 ماتشات الحرس وانبي في الدوري الممتاز، المقاولين والاتحاد واخد فاركو وسموحه في الدوري، واخد 3 مباريات في الدوري الممتاز السنه اللي فاتت، ورغم ذلك لم يتواجد في التصنيف بتاع حكام الدوري الممتاز. عندنا بقول عمده حكام الصعيد عماد عطا، يا جماعه والله انا عاوز اعرف واحد بخبرات عماد عطا وعارفين ماتشات الصعيد بتبقى صعبه جدا جدا، وعنده شخصيه وبيسيطر على المباراه واداء بيقدم اداء متميز في مباريات صعبه جدا جدا. تخيلوا الراجل ده لم يستغل ولم يعطى له الفرصه زيه زي حكام بعد حكام الصعيد اللي لهم ضهر ان هو يدير مباريات في الدوري الممتاز. عماد عطا من الحكام المظلومين، تمام. عندنا ابو بكر عبد الحي من المنيا، حكم برضه من الحكام المظلومين في المنيا. عندنا عصام بكر من سوهاج، وانا اتفرجت على عصام بكر ده كتير، واخرهم كان ماتش بتروجيت السنه اللي فاتت في اخر دوري الممتاز ب. عاوز اقول لكم ان ده كان اخر مباراه في الموسم، واقسم بالله انا شفت لياقه بدنيه عاليه جدا 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 جدا، ما تقولش ان ده حكم في نهايه الموسم. يعني عمل ما لا يقل عن 4-5 سبرنت بطول الملعب في الدقيقه 44 من الشوط الثاني. اللي اتفرج على عصام بكر يجيب اخر مباراه ليه كان بتروجيت على ما اظن في القاهره، عمل ما لا يقل عن 5-6 سبرنت بطول الملعب في الدقيقه 44. ده عصام بكر من سوهاج. وعندنا احمد الدليل يعني انا كنت حكم اكبر منه وحكمت معاه رابع في الدوري الممتاز من 2012، كان حكم لسه صغير. الحكم ده كان مستقبل التحكيم في منطقه اسوان ومستقبل التحكيم في مصر، وكان متبنيه كابتن وجيه احمد. مره واحده كده ما اعرفش ايه اللي حصل، برضو الراجل دوت اهملوا فيه وما بقوش يدوا له فرصه، لانه راجل مؤدب ومحترم من عائله كبيره ومش عاوز يعمل مشاكل. ولكن خسرنا حكم كان زمانه دلوقتي على الاقل في القائمه الدوليه، هو احمد الدليل من اسوان. عندنا مساعدين برضو ممتازين في الدوري الممتاز من الصعيد، محمد عطا. تخيلوا محمد عطا ده معاه رخصه فار ومش مصنف سي 1 يلعب في الدوري الممتاز، ولا لعب فار اصلا. طب انتوا اديتوا له فار ليه؟ اديتوا له فار ليه؟ برضه عشان حكم مؤدب ومحترم ومالوش ظهر يا كابتن فاروق، مالوش ظهر في الصعيد اللي هو ياخد حقه. وعندنا كمان ما ننساش هشام ربيع مساعد من منطقه المنيا. دي بعض اسامي الحكام، ولسه كل حلقه هنقول حكام من ضحايا التصنيف الغير منصف
اللي عمله بريرا، وساعدوه اعضاء اللجنه لما دخلوا كل قرايبهم وكل معارفهم وابناء الحكام القدامى وابناء مسؤولين لجان المسابقات وابناء قرايب بعض الهيئات. يا كابتن فاروق بتقول احنا جاملنا بنسبه 20%، انت جاملت مش اقل من 85%. اللي انت بيلعبوا دول في الدوري الممتاز او الممتاز ب ثلاث ارباعهم مش من حقهم ان هم يحكموا في الدرجه دي. في حكام كتيره نزلت زي اسامه اسماعيل، قلنا الناس دي نزلت بقى يلاقوا نفسهم في سي 3 وسي 2. طبعا الناس دي هتعتزل التحكيم. وفي حكام رفضت الاستمرار على هذا الوضع، حكام كنا بنتبقى لها بمستقبل كبير. كلمه من هشام توفيق من صفاره العميد لحكام مصر كلها، ما تزعلوش مني، انتوا رضيتوا بالامر الواقع، فما حدش يشتكي. انتوا كنتوا المفترض ان انتوا ما وافقتوش على التصنيف دوت، وكنتوا لازم يبقى ليكوا وقفه. واخص بالذكر كمان اللجان الفرعيه اللي ساهمت بنسبه كبيره قوي. كل اللجان الفرعيه ساهمت بنسبه كبيره قوي انها باعت حكامها وباعت اصدقائها من الحكام، باعوهم ان هم وافقوا على التصنيف دوت اللي بيها انتوا هتشتغلوا ازاي يا لجان فرعيه؟ هتشتغلوا بناء على ايه؟ انتوا قتلتوا طموح ولادكم خلاص. تمام؟ ويا ريت انتوا مستفيدين بحاجه. ده نداء للحكام، انتوا رضيتوا بالامر الواقع، واللجان الفرعيه بتاعتكم رضيت بالامر الواقع وسلموا الامر الواقع. وانا بقول لكم ان اي حد هيجي يمسك بعد كده هيقول لك طب انا جيت لقيت الدنيا كده، واحنا اديناهم فرصه اللي هم يطبقوا نفس النظام ده. كلمه للملك، كلمه للكابتن فاروق، انت لا تعمل الا لمصلحتك فقط، انت لا تعمل الا تجهيز الانتخابات، ولكن طبقا للائحه الاتحاد المصري لكره القدم اي واحد كان يعني بيتبوأ او بيتبوأ وظيفه او عمل داخل لجان الاتحاد ويتقاضى راتبا، لابد من حاجتين: انه يقدم استقالته قبل الانتخابات ب6 شهور. طبعا الانتخابات لسه على ما اظن في شهر 9، لسه بدري، ولكن انت تتقاضى راتب شهري، لا مش عايزين نقول كام، مبلغ كبير تتقاضاه، وداخل دلوقتي من بقالك 5-6 شهور، يعني هتخش في سنه تتقاضى اجر من الاتحاد. وبالتالي لائحه المسابقات، لائحه الاتحاد الكوره تمنعك من الترشح لانتخابات اتحاد الكوره، اللي انت شغلك الشاغل من غير ما بدون ما اي حد يشعر، شغلك الشاغل اللي انت بترضي الانديه وبترضي كبار المسؤولين وكبار الاعلاميين في القنوات الفئويه زي الكابتن ناصر عشان خاطر تجهز نفسك للانتخابات. ولكن اللائحه هتمنعك، لان اراده ربنا فوق الجميع. فضلا وليس امرا منكم، اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من صفاره العميد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.